مساء الخير، أنا المرشدة السياحية ودي قناة هيستوري ستوري. لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت برأيك. ولو في حاجة أنت عايزنا نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وإن شاء الله هنتكلم عنها في أقرب وقت. النهاردة هنتكلم عن فيلم نادر جدا وهو فيلم أرض النيل. أنتج سنة 1946، تم عرضه المرة الأولى يوم 19 سبتمبر 1946، والفيلم أبيض وأسود، من مفقودات السينما المصرية. مدة عرضه 110 دقيقة، أي ساعتين إلا 10 دقايق. قبل ما نتكلم عن الأبطال هنحكي قصة بسيطة جدا وحلوة قوي. الفيلم ده كان مكتوب بالنسخة الفرنسية، وكان المفروض يتصور بالنسخة الفرنسية. جه المنتج وقال لأ، ترجمه نعمله بالنسخة العربية أحسن، فاتعمل باللغة العربية. وبعد ما اتصور والمخرج قرب يخلصه والممثلين اللي هنتكلم عنهم دلوقتي، جه المنتج تاني وقال لأ، طيب ما تيجوا نعمل كمان نسخة فرنسية، يعني احنا يبقى معانا نسختين، نسخة عربية ونسخة فرنسية. النسخة الفرنسية دي كانت صعبة لبعض الممثلين، لأن مش كل الممثلين بتجيد اللغة الفرنسية. فأنور وجدي قال له ما تقلقش، أنا ممكن أمثل دوري في الاتنين، لأن احنا عارفين إن أنور وجدي كان بيجيد اللغة الفرنسية بطلاقة. فتم استبدال بعض الممثلين زي عائلة راتب، استبدلوها برأي إبراهيم في النسخة الفرنسية، وكمان استبدلوا زوزو ماطي وغيرهم كتير. يعني الوحيد اللي كان ثابت في مكانه هو أنور وجدي. الفيلم ده إنتاج مشترك ما بين مصر وفرنسا، بس للأسف النسخة الفرنسية كمان مفقودة، مش موجودة. والنسخة المصرية مفيش منها غير فيديو بسيط جدا هنشوفه في الفيديو ده. الاتنين مش موجودين. معظم الأفلام المصرية تم فقدها، وللأسف ياريت نلاقيها، لأن اللي ملوش تاريخ في أفلامه ملوش تاريخ يعتبر في فنه برضه. بلاش أقول ملوش تاريخ خالص، بس لأ، لينا تاريخ ومفيش بلد ملهاش تاريخ. بس أنا قصدي إن التاريخ بيتقسم لحاجات، منهم التاريخ الفني. فاحنا لو ملقناش الأصل بتاعه فما يعتبر إن احنا ملناش فن أصلا أو ملناش تاريخ. والأفلام القديمة كانت قصصها حلوة جدا، وكانت أول مرة تتعامل. وبعد كده لما بنيجي نتكلم بيقول يا عم ده اتهرس في 100 فيلم قبل كده. ما هي دي الأفلام اللي اتعملت وأثبتت لنا كده. هنتكلم دلوقتي عن قصة الفيلم. الفيلم بيحكي قصة شاب اسمه فؤاد، اتخرج من كلية زراعة وقرر ان هو يشتغل في الأرض. الأرض دي كانت مملوكة لواحد أجنبي اللي هو الفرنسي يعني. والفرنسي ده كان عنده بنت، والبنت دي كانت بتحب فؤاد اللي هو أنور وجدي، وهو ما كانش بيحبها. فشاعت ان هو على علاقة بواحدة تانية علشان ما يكملش في الأرض، لأن أنور وجدي حب ان هو يعمل فكرة لا للظلم ولا للاستعمار. ما ينفعش ان انت تاخد خيرنا، وما ينفعش ان انت عايش اصلا في بلدنا وتنهب كل التعب والمجهود اللي الفلاحين بتعمله. فقرر انه يفهم الفلاحين. البنت رفضت لانه رفض حبها. فتعمل ايه؟ تشيع اشاعة كده انه بيحب واحدة غلبانة، وعلى علاقة حب ما بينهم هما الاتنين، اللي هي مين؟ عائلة راتب. انتهى الموضوع نص نص، ما انتهاش. النار بقت جامدة قوي في البلد على فؤاد، وانت بتعمل كده علشان مصالحك، وانت 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 وانت. وفي الاخر فهموا الحقيقة ووقفوا معاه ضد الفرنسي.
وانتهى الموضوع ان الارض رجعت للمصريين، وان فؤاد اتجوز البنت اللي قالوا ان هو على علاقة حب ما بينهم هما الاتنين، وانتهى الموضوع بقصة حلوة قوي كده. هسيبكم دلوقتي مع فيديو نادر من الفيلم، وبعد كده نرجع تاني على مين هما الأبطال. والأبطال أنور وجدي في دور فؤاد، وعندنا عائلة راتب في دور البنت البسيطة، وعندنا رأي إبراهيم في دور البنت بنت الأجنبي أو بنت المتسلط. عندنا زوزو ماضي، جورج أبيض، زكي طليمات، عبد العزيز أحمد، ومديحة يسري، ومحمد توفيق، ورياض الأصابجي، وعبد الوارث عصر، وإدمون تيمو. ودلوقتي هنشوف صور بسيطة جدا أو مشاهد من الفيلم، يا رب يعجبكم. مشاهد مصورة. واحنا بنتفرج على المشاهد المصورة عايزين نقول كلمتين بس. أنور وجدي عمل أكتر من 100 فيلم أو 100 وحاجة فيلم. في الفترة اللي هو كان بيمثل فيها ما كانش في تلفزيون، لأن التلفزيون أو المسلسلات اتعملت أو دخلت سنة 60، وأنور وجدي مات في الخمسينات. فتخيلوا ان أنور وجدي لو كان موجود أيام التلفزيون أو أيام المسلسلات التلفزيونية كان عمل كام مسلسل، كان عمل كتير قوي. هنتكلم على كل حاجة بالتفصيل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك متنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب للقناة، وشكرا. سلام.